طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إيه الأخبار يا شباب؟ بكم بخير. هنشوف في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله بإذن الله الأيزومتريك، إزاي نرسم أيزومتريك. تمام. طيب يعني إيه أيزومتريك؟ إزاي نرسم شكل مثلا في 3D. تمام. طيب قبل ما نخش على الأيزومتريك، أو يعني في الستبس بتاعتنا، عايزين بس هنا إيه، ننبه عن بوينت هتساعدنا إن شاء الله بإذن الله، هتسهل معانا إيه الموضوع. هو احنا واحنا بنرسم بروجيكشنز، البروجيكشنز دي كنا بنرسمها ايه، في 2 دي ولا في 3 دي؟ في 2 دي. طيب في 2 دي فايه المحاور اللي عندي؟ يعتبر هما الاكس والواي. فانا اي دايمنشنز او اي قياسات كنت بقيسها، كنت بقيسها في الاكس وفي الواي. تمام. مثلا عايز ارسم مستطيل او اي حاجه، او بمعنى اصح عايز احط نقطه علشان من خلالها، او يعني النقطه ديت يعني ابدا بقى من خلالها الرسمه. فانا كنت بشوف النقطه ديت مثلا هي ايه، بعدها قد ايه مثلا في الاكس، وارتفاعها قد ايه في الواي. حلو. طيب ده بالنسبه لل 2 دي. طيب بالنسبه للايزومتريك بقى، في الايزومتريك احنا شغالين 3 دي، يعني شغالين يعتبر في فراغ. فانا لما هشتغل على يعتبر على ايه، على 3 محاور. تمام. اللي هما مثلا ممكن اسميهم ادي زد واكس وواي. تمام. زد اكس واي. اهو. تمام. فانا برسم ال3 محاور دوت، انا كده يعتبر انا رسمت اصلا ايزومتريك يعني. اهو. تمام. فانا اللي انا برضو عايز اقوله هنا ان احنا بقى واحنا بنرسم ايزومتريك، تمام، انا الدايمنشنز بتاعتي او القياسات بتاعتي هاخدها في انهي اتجاهات؟ هاخدها في اتجاه الاكس. يا اما انا في ال 2 دي كنت باخدها كده، لا، تمام، عايز ارسم مثلا مستطيل كنت برسمه كده 20 في 40. لكن انا مثلا لما اجي ارسم المستطيل دوت في السي دي، هرسمه ازاي؟ هرسمه كده 20. تمام. وال 20 هاخدها كده مايله. تمام. في 40. تمام. بس فيبقى تاني اللي انا عايز اقوله ان احنا هنا في الايزومتريك احنا شغالين، دي المحاور بتاعتنا اللي احنا ايه بنقيس عليها، اللي هما الاكس، الواي، الزد. حلو. طيب بوينت كمان الزد او اي حاجه في الزد هنرسمها ازاي؟ باستخدام المثلث. هي هتبقى خطوط فيرتيكال، يعني كل الخطوط ديت يعتبر في الزد ديت ايه، خطوط ايه، ايات خطوط ايه ديت، خطوط فيرتيكال. طيب اي حاجه في الاكس هرسمها ازاي؟ باستعانه المثلث الثلاثيني ستيني. تمام. المثلث الثلاثيني ستيني بقدر من خلاله ارسم اي خط في الاكس. تمام. طب هنا بأني انجل؟ بالانجل ال 30. يبقى انا اي خط عندها هو كده، ديت كل الخطوط دي. Incoming حلو. call from E. Abdallah Sharif. كل الخطوط ديت هي في الاكس. تمام. طيب الخطوط ديت هي مايله يعتبر، او انا هرسمها ازاي؟ هرسمها بالمثلث الثلاثيني ستيني بالانجل ال 30. يعني الخطوط ديت يعني ممكن نقول ان الخطوط ديت هي مايله على الهوريزونتال بكام؟ بزاويه 30. تمام. فانا الخطوط دي كلها عشان ارسمها احط مثلث بالمنظر ده وايه، وارسم الخطوط بتاعتي. حلو. طيب طبعا لازم نكون ضامنين ان المثلث دوت هو على مسطره تي. حلو. علشان الخطوط دي كلها تبقى ايه، مايله بانجل 30. ولما اجي مثلا ارسم، لو رسمت الخط دوت لما اجي ارسم اللي فوق يبقى بدل اللي تحت، والايزومتريك يطلع ايه، مظبوط، ما يطلعش ايه مايل ولا واقع. حلو. طيب اي خطوط بقى عندي في الواي، برضو كذلك الخطوط اللي في الواي. تمام. كل الخطوط ديت هي خطوط يعتبر في الواي. حلو. طيب ارسمها ازاي؟ برضو باستعانة المثلث الثلاثيني الستيني، بس هقلبه هحطه كده ايه، بالوضع ده. تمام. وهرسم كده الخطوط بتاعتي. برضو الخطوط ديت هي يعتبر هي بتبقى مايلة على الهوريزونتال بانجل ايه، 30. تمام. يبقى احنا عرفنا ازاي هنتعامل او ايه الاتجاهات، وهاخد السكيلز والقياسات بتاعتي وانا برسم الايزومتريك ازاي. طيب نشوف بقى، نبدأ في مثلا نطبق الكلام دوت على الرسمة ديت. تمام. انا عارف ان الرسمة ديت هي كانت تقريبا في الكلاس وورك، بس ممكن نبدأ عليها كده كلام يعني كشرح، بما ان هي خفيفة شوية، ونخش برضو ايه، يعني ناخد رسمة من الهوم وورك. حلو. طيب رسمه زي دي عايز ارسمها، هرسمها ازاي؟ برضو في البدايه لازم احط الاوريجين بتاعي. تمام. اللي هو يعتبر زي الريفرنس بتاعي اللي انا هقيس منه. تمام. فاحنا هنا مثلا رسمه زي كده. تمام. ممكن ناخد ده ايه، ده الريفرنس بتاعنا. حلو. طيب وده يعني من البوينت دي انا اقيس واطلع ايه بالخطوط بتاعتي كلها. حلو.
فاحنا رسمه زي كده ممكن نبدأها بايه؟ بالخط دوت. تمام، هنرسم الخط دوت عادي. طب هنرسم الخط ده ازاي؟ برضو ايه، قلنا الخط دوت كده هو فاي، فانا هحط المثلث بالوضع ده وهتحرك كده قد ايه؟ 100 او اللي هو 10 سم. طيب ازاي هقيس؟ عايز اقيس على احنا هنا لو بصينا في المثلثات الثلاثين 60 بتاعتنا مش هنلاقي، او هنلاقي الوتر دوت هو مش متدرج. فانا هعمل ايه؟ هحط مسطره صغيره. تمام، احط مسطره صغيره فوق المثلث دوت، بحيث ان انا اضمن ان المسطره خلاص كده يبقى يعتبر هي مايله بانجل 30. تمام، ليه؟ لان هي محطوطه على المثلث. واستخدم بقى ايه؟ احرك انا مسطره صغيره على ايه المثلث بحريتي، وابدا ايه يعني، او ارسم عادي. تمام، بس فارسم الخط ده. برضه ممكن اعمل ايه؟ ممكن ارسم الخط دوت، اقلب المثلث وارسم الخط دوت. برضه الخط دوت بقد ايه؟ 110. يبقى انا هقلب المثلث الناحيه دي واحط فوقيه المسطره. تمام، طبعا اظبط ده كله على التي، واتحرك ايه من الزيرو، يعتبر اظبط انا الزيرو المسطره على البوينت ديت، واتحرك قد ايه؟ 110. بعدين ممكن بالمثلث بقى الفيرتيكال اطلع اللي هو هنا ايه ال 15 ديت، واطلع ال 15 دي. تمام، وممكن برضو هسيب من هنا 60 واطلع برضو هنا ايه 15. حلو، يبقى انا وانا حاطط المثلث كده انا هسيب 60. تمام، واطلع ايه ال 15 ديت. وهنا كمان كذلك ممكن اسيب 60 واطلع ال 15 ديت. يعني وانا حاطط المثلث كده، يعني بالمره اشد ال 15 ديت واسيب 60 فراغ على المثلث، واطلع ال 15 اللي فوق ايدي. تمام، يعني الموضوع حرفيا بسيط في الازومتريك. انت بتاخد الشكل ده، بتاخد الكوبي بيست حرفيا. احنا بقى بنتعلم ازاي ناخد الكوبي بيست، ازاي نشفه. تمام، بس طيب يبقى ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ خلاص ممكن من البوينت ديت بقى ايه ارسم الخط دوت. الخط دوت قد ايه؟ الخط دوت اللي هو هيبقى 70. وممكن اقلب المثلث واوصل بقى ايه التو بوينتس. انا التو بوينتس دول ببعض، البوينت دي بالبوينت او بالخط دوت، علشان ايه؟ ارسم الخط ده. حلو، طيب لو انت واثق من قياساتك ومن ظبطة المسطرة بتاعتك، ظبط التو بوينت او وصل التو بوينتس ببعض على طول. لو مش ظابط، لا حط المثلث عشان نضمن ان الخط دوت ايه. يعني مثلا لو انت الخط اللي تحت مش مظبوط، مش مايل بانجل 30 بالظبط، نضمن ان الخط دوت بقى ايه مايل بانجل 30، واللي هو زي بمعنى اصح ما نكملش على اللي هو ايه العك او الخطأ الاولاني، عشان الايرور نسبة الايرور بتاعتنا ما تزيدش. تمام، بس فنظبط بقى ايه ده. تمام، طيب بعدين ممكن نعمل ايه؟ ممكن برضو كذلك احنا هنوصل دول كده ببعض. حلو، طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن بقى اقسم الخطوط دي. تمام، الخط دوت اللي هو ده دي بدايته، هو مش مديني طوله، فهرسمه ازاي؟ انا هي دي بدايته ونهايته اللي هو ايه لحد ما يخبط ايه الخط دوت. طبعا هرسم ده ازاي؟ ده الخط دوت في ايه؟ في الاكس. فانا هقلب المثلث تمام كده حطه على المسطره. تمام، واوصل من البوينت ديت اطلع اللي هو ايه لحد ما اخبط ايه في الخط ده. كذلك الخط دوت ممكن ارسمه ايه برضه بنفس الطريقه. تمام، لا او احنا هنا الاول نرسم ده. تمام، نرسم ال70 ده. ليه؟ لان هبدا من البوينت ديت لحد ما اخبط هنا ايه في ال70. تمام، طيب ممكن ايه اللي انا ممكن ارسمه هنا تاني؟ خلاص ممكن ايه نوصل او بالمثلث التو بوينتس دول ببعض. تمام، طيب لو مش ضامن، او انا ممكن انا ما كنتش هنا واخد ال60 ديت، او قصدي ال70 ديت، ممكن ما كنتش واخدها 70، اكون واخدها 70 الا ملي. تمام، فبالتالي الخط هيطلع مايل كده شويه مثلا او حاجه. طبعا هو مش قوي يعني، بس انا بقول لك ان انت ايه لو يعني مش 70 بالظبط فيطلع مايل سيكا. طب فاحنا ممكن عشان نتفادى دوت، لا يبقى ايه نطلع فيرتيكال، ولو لقينا مثلا فرق ملي او اي حاجه نقفله. تمام، طيب وممكن برضو ارسم ايه؟ ممكن ارسم ال 120 ديت، وكذلك ال 120 ديت برضو الخطين اللي هم ايه الخطين اللي هم في الاكس اكسس. تمام، بس طيب كده ايه اللي فاضل لي؟ اللي فاضل لي ان انا ارسم المربعات ديت. طيب هرسم المربعات ديت ازاي؟ احدد نقطة بداية. مهم جدا ان انا احدد نقطة بداية. من النقطة البداية ديت اعمل ايه؟ احط المثلث. تمام، بالوضع اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو في محور اكس، وارسم الخط دوت بقى بطوله، وهقلب المثلث اللي هو في ايه في الوضع واي، وارسم الخط ده. حلو، فانا اللي هو انا مهم الاول ان انا ايه احدد بس نقطه البدايه. طب اجيب نقطه البدايه ديت فين؟ قصدي اجيب نقطه البدايه ديت ازاي؟ اوقعها في الفراغ. تمام، احدد نقطه في الفراغ عادي في السبيس. ازاي؟ اي مثلا عايز احدد النقطه ديت، فانا اشوف هي النقطه ديت يعني
انا علشان اوصل لها ازاي؟ هشوف انا همشي قد ايه في الاكس وهمشي قد ايه في الواي وهمشي قد ايه في الزد. فاحنا هنا بصينا النقطه ديت، انا عشان اوصل لها همشي قد ايه في الاكس؟ همشي في الاكس يعتبر اللي هو هيبقى قد ايه؟ هيبقى قد ايه؟ هيبقى هنا 110 ماينس 10 بلس 30 فتطلع قد ايه؟ 20. فانا همشي في الاكس 20. فانت ممكن اللي هو ايه، تقف كده بس وتعلمني كده ايه علامة على بعد 20 ايه في الاكس. طب واطلع قد ايه؟ واطلع في الزد 15. فانت ممكن ايه اللي هو ايه، هتقف بقى عند النقطة اللي انت علمتها في الاكس ديت بمثلث تمام فيرتيكال، وتطلع وتحط النقطة ايه على ارتفاع 15. بعدين هخش بقى في الواي قد ايه؟ تمام، هخش في الواي هتبقى هنا 70 ماينس 100 على الاتنين فبرضه 15. يبقى انت، طب احنا بنتحرك في الواي ازاي؟ بالمثلث، واحنا حاطين مثلث بالوضع ده، فاحنا هنحط المثلث بالوضع ده على البوينت دي وهنخش ايه، او هحط نقطة بقى ايه، على بعد 15. تمام، طبعا قلنا بنقيس بمسطرة صغيرة بس. حددت البوينت تمام، اطلع بقى من البوينت ديت بالخط ده اللي هو هيبقى طوله 30 طبعا، وانا حاطط المثلث في الاتجاه اكس، واطلع بالخط دوت اللي هو هيبقى طوله 70 برضه، وانا حاطط بقى المثلث ايه بعد ما اقلب المثلث في اتجاه ايه واي. طيب وبعدين برضه من البوينت ديت هطلع كده 70 واقفل. حلو بس. طيب عايز ابين له الدبس ده، فهرسم الدبس ده ازاي؟ بالمثلث. هحط المثلث عند البوينت ديت وانزل قد ايه؟ سوري، احط المثلث عند البوينت ديت وانزل قد ايه؟ وفي ايه؟ وهنزل قد ايه؟ هنزل 15 الارتفاع بتاعي. طيب وبعدين الخطوط ديت مش مديني طولها، بس انا مش عايز طولها ليه؟ لان انا هحط مثلث كده في الاتجاه واي، لان الخطوط ديت هي في الواي اكسس. وايه، واوصل كده ايه لحد ما اقابل الخط دوت، وهنا كذلك لحد ما اقابل اللي هو ايه الخط ايه، الخط ده. حلو بس. طيب كذلك عايز ارسم اللي فوق. ارسم اللي فوق ازاي؟ اوقع البوينت زي ما قلنا ان انا ايه، نحاول اللي هو بقى لحد فين وصلنا ان احنا رسمنا او دول الخطوط دي كده كلها. حلو. ورسمنا ايه المربع والتجويف اللي تحت ده. تمام. طيب قلنا ان انا عايز ارسم اللي فوق برضه. طيب ارسم اللي فوق ازاي؟ هل برضه مطلوب ان انا يعني احدد او البوينت ديت اشوف او احددها عن طريق ان انا اشوف ان انا امشي قد ايه في الاكس وامشي قد ايه في الزد واروح قد ايه في الواي؟ لا، هو انت يعني هو انت لو عملت كده اكيد هتوصل. يعني ما انت هتحدد البوينت وبعدين هتطلع 30 وهتطلع 70 وهتقفل. بس هي طريقة اسهل، في طريقة اسهل ان انا خلاص يعني ممكن اللي هو فاكر انت لما كنا بنقول، او فاكر انت لما كنا بنسقط مش عارف بوينتس من الاليفيجن للبلان ومن الاليفيجن للسايد فيو، كذلك انا هنا هحدد البوينت دي بقى بالاسقاط على طول. تمام، مش لازم اللي هو ايه امشي بالستبس الاولانيه ديت. ازاي؟ هي مش البوينت ديت، هي فوق البوينت دي، يعني الاتنين على خط فيرتيكال واحد صح. طيب فانا حرفيا ممكن اطلع من البوينت ديت قد ايه؟ هيبقى 60 بلس 15 اللي هو هنا السكنس بتاعي اللي هو 75. فانا ممكن اقف هنا بالمثلث على البوينت ديت واطلع انقلها حرفيا، اطلع قد ايه؟ على 75 احط البوينت ديت كده، انا خلاص جبت البوينت دي. فانا خلاص جبت البوينت او اللي هو الاوريجين او يعتبر النقطة، نقطة البداية بتاعتي. هحط المثلث عليها في الاتجاه اكس واطلع ال 30، وفي الاتجاه واي واطلع ال 70، وكذلك من البوينت ديت في الاتجاه واي اطلع ال 70 واقفل. برضو نفس الكلام، عايز ارسم الدبس اعمل ايه؟ البوينت ديت هل المطلوب ان انا اشوف هي لا، يعني ممكن تختصر ده بان انت تنقل على طول البوينت ديت، تنزل من البوينت ديت تنزل دي 15 وتطلع كده للاخر وتطلع كده للاخر بس. طيب حرفيا احنا كده يعتبر رسمنا الرسمة، فاضل بس نقفلها بشوية الإليبس أو الدوائر دي. تمام. طيب نقطة بس مهمة، ايه النقطة ديت؟ ان احنا الدوائر في ال 3 دي مش بنشوفها دوائر، بنشوفها إليبس. تمام، بنشوفها ايه؟ إليبس اهيت واخدة شكل بيضاوي. طيب الإليبس بيكون مكون من ايه؟ الإليبس، أي إليبس بيكون مكون من أرقين كبار كده حلو قدام بعض وأرقين صغيرين.
تمام. اهو ده او دي الدوائر في 3 دي بتبقى مكونه من اركين كبار اهم، حلو، وايه واركين صغيرين قدام بعض. طيب فانا مطلوب مني علشان ارسم الاليبس او الدوائر في 3 دي اعرف بقى او احدد ايه سناتر الاركس ديت اللي انا هقف عندها بسن البرجر وهفتح ارسمها. طيب فانت الاليبس او بمعنى صح الدوائر في 3 دي بيبقى ليها ستيبس بتتحفظ وبنمشي عليها. ايه الستيبس ديت؟ اول حاجه مثلا لو بدانا هنا نطبق على الدايره الصغيره ديت. طيب انا عايز ارسم الدايره الصغيره ديت، فانا اهم حاجه اول حاجه اروح اعمل ايه؟ احدد السنتر بتاعها. يبقى انا اجيب السنتر بتاعها اللي هو النقطه الحمراء ديت. طب اجيب السنتر بتاعها ازاي؟ نقطه بوقعها في الفراغ اللي هو اشوف انا همشي هنا من الاوريجين بتاعي يعتبر قد ايه، تمام، اللي هو في الاكس همشي قد ايه اللي هو تقريبا هيبقى 110، واقف او اظبط المثلث بقى على ايه نهايه ال 110 واعلم على ارتفاع 90 اللي هو يعتبر انا هطلع 90 في الزد. وبرضو ايه من البوينت ديت بقى ايه هخش قد ايه في الواي، هخش في الواي اللي هو ايه هيبقى نص ال 100 اللي هو 50. حلو بس. تمام يبقى انا كده جبت السنتر. طيب بعد ما بجيب السنتر كاني برسم دايره عاديه في ال 2 دي هرسم السنتر لاينز. بس هنا تمام وانت في 3 دي او في الايزومتريك مش بنرسم السنتر لاينز بتاعت الدايره كده، لا انت كده بترسم في 2 دي. لكن السنتر لاينز بتاعت الدايره في السنتر لاينز بتاعت الدايره في الايزومتريك بتترسم ازاي؟ بتترسم كده او يا كده يا اما كده يا اما ايه كده. حلو. يبقى يا كده يا كده يا كده. امتى ارسم ده؟ انت كده حرفيا راسم السنتر لاينز في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. فانت يعتبر كده انت لو انت عندك السيركل او الهول هي في الاكس واي بلان زي ديت. طيب هرسمهم كده امتى؟ او انت لما تبقى عندك الهول هي هنا في الاكس زد بلان، مش المحور دوت يعتبر محور اكس والمحور دوت يعتبر محور زد، صح؟ فانت هنا لما يبقى عندك يعتبر كده زي هنا ايه مثلا ايه هنا هول في الجنب. طيب هرسم السنتر لاينز السنتر لاينز كده امتى؟ تمام لو انا عندي الهول هي فين؟ في الواي زد بلان. تمام بس فانت هنا انت الدايره ديت في ايه في الاكس واي بلان. فانا هرسم السنتر لاينز بتاعتها ازاي؟ اي حرفيا انت هترسم سنتر لاينز هي باراليل للبلان بتاعك. فانت هترسم السنتر لاين ده اهو هو يعتبر باراليل للخط ده، او بمعنى صح هنا باستخدام برضه هنا ايه المثلث الثلاثيني 60 في محور اكس، واقدم المثلث الثلاثيني في محور واي وارسم السنتر لاين ايه ده. تمام. طيب يبقى انا الاول جبت السنتر، وبعد ما جبت السنتر رسمت منه السنتر لاينز. تمام ورسمتها مش رسمتها كده. تمام شفنا بنرسمها ازاي. طيب بعدين اعمل ايه؟ بعدين هقطع او هقسم السنتر لاينز ديت بفتحة الراديوس بتاعي، بمعنى ان انا هقف عند سنتر البرجر وافتح فتحة الراديوس بتاعي اللي هو هنا الراديوس بتاعي بتاع دايرة صغيرة هيبقى ديت فاي 40 فالراديوس 20، واقف بسن البرجر عند السنتر وهقطع كده. تمام اعلم ايه 20. حلو. طيب علمت 20 هرسم حرفيا رومبوس او معين. طيب هرسم المعين دوت ازاي؟ هرسمه تمام من النقط تقاطع العلامات ديت مع السنتر لاينز. تمام وكذلك برضو هرسمه ايه؟ هرسمه في الاكس واي بلان، او بمعنى اصح هرسمه بحيث ان الخطوط ديت طبعا اللي هي ايه هي هتبقى ايه بدل السنتر لاينز بتاعتي. تمام يبقى انا كده لحد دلوقتي عملت ايه؟ رسمت جبت السنتر، وبعد ما جبت السنتر رسمت السنتر لاينز بتاعتي، وبعد ما رسمت السنتر لاين قطعتها بايه؟ بفتحة الليديوس. وقفت بالبرجل عند السنتر بتاعي وفتحت فتحة الليديوس وقطعت بيها ايه او علمت بيها على السنتر لاينز ديت، ومن ثم رسمت ايه اللومبوس بتاعي تمام في البلان اللي انا برسم فيه الهول. طيب نزوم بقى احنا هنا ايه على اللومبوس ده. مجرد ما هترسم اللومبس انت حرفيا كده هيبقى يعتبر جبت السنتر بتوع التو اركس كبار. انت شايف انت البوينت دي هي حرفيا الليديوس السنتر بتاع الارك الكبير ده، والبوينت دي هي الليديوس هي قصدي هي السنتر بتاع الارك الكبير اللي هو ايه اللي هو عكسها اللي هو ده. تمام فانت حرفيا
يعني طب انا هقسم برضو الارك ازاي؟ خلاص انت مش جبت السنتر، فانت هتقف هنا في سن البرجل وهتفتح فتحة البرجل لحد ايه، او هتقف بقى في سن القلم، او هتفتح القلم لحد ايه البوينت ديت، وهتوصل للبوينت التانية او اللي هو هنا ايه العلامة التاني. وكذلك هتعكس بقى الكلام، هتقف هنا في سن البرجل وتفتح لحد الفتحة دي وتوصل ايه لهنا. تمام. طيب كده انا قسمت الاركين الكبار، عايز ارسم الاركين الصغيرين، اعمل ايه؟ قال لك انا عايز احدد السنتر. طب هنحدد السنتر ازاي؟ اهو قال لك وصل لي ارسم لي اللي هو ايه القطر او الدياجونال الكبير بتاع اللمبش. رسمته. طب بعد ما ارسمه، شفت انت من البوينت دي هترسم لي السبعية ديت. يبقى انت من البوينت ديت تطلع بخطوط ايه لحد العلامات اللي ايه اللي قدامها. تمام. طيب او بمعنى صح هتوصل البوينت دي بنقطة بداية الارك الكبير ونقطة بداية الارك الصغير. تقاطع، ثواني، هو الالوان فين؟ بقية الالوان. طيب تقاطع بقى السبعية تمام مع الدياجونال ده. نقط التقاطع ديت هي السنتر بتاع ايه، هي السنترز بتاعت الاركات ايه الصغيرة. تمام. فانت البوينت دي هي سنتر الارك الصغير ده، والبوينت دي هي سنتر الارك الصغير دوت. يعني ايه البوينت دي هي سنتر الارك الصغير ده؟ هو احنا هنا مش العكس، لا، انت كل بوينت هي بتاعت الارك اللي قدامنا اللي قدامها، مش زي هنا قلنا ان البوينت ديت هي سنتر الارك ده. تمام. بس طيب المهم نرجع تاني، قلنا ايه ان خلاص تقاطع السبعة مع الدياجونال هيديني ايه نقطتين دولت هما يبقوا السنتر بتوع الارك الصغير. يعني برضه هرسمه ازاي؟ يعني انت هتقف بسن البرجل عند السنتر وهتفتح فتحة البرجل لحد نهاية الارك الكبير وهتوصل هتلف كده لحد ايه الارك الصغير. تمام. وبكده هنكون رسمنا ايه الاليبس. يبقى خطوات الاليبس بسهولة. عملت ايه؟ جبت السنتر. بعد ما جبت السنتر رسمت السنتر لاينز على حسب البلان اللي موجود فيه ايه الدايره. تمام. طيب وبعدين علمت السنتر او قطعت السنتر لاينز ديت بايه بفتحه الليديوس. فتحت فتحه الليديوس بتاعت الدايره المطلوبه وقفت بيها عند السنتر وعلمت العلامات ديت. طيب بعدين عملت ايه؟ رسمت كده لومبوس برضه هنا ايه في البلان بتاعي. تمام. او يعني او رسمت خطوط هي بقى ايه السنتر لاينز من العلامات اللي علمتها ديت. بعدين ممكن اقول لك ان انت ايه وصل لي الدياجونال الكبير الاول. هيبقى عندك نقطتين من اللومبس. النقطتين دول بقى هما سنترز ايه، هي السنترز بتاعت الاركات ايه الكبيره. تمام. من كل نقطه النقطه ديت هي تبقى السنتر بتاع الارك الكبير ده، والنقطه ديت هي السنتر بتاع الارك الكبير ده. طيب كده فاضل لي ايه؟ كده فاضل لي الاركات الصغيره. انا وصلت الدياجونال، بعدين هعمل ايه؟ هرسم سبعية او تمانية من طب ازاي؟ يعني انت من اي نقطه هتوصلها بقى ايه بايه ببداية ونهاية ايه الارك المقابل. لا، الارك الكبير المقابل لا، تقاطع السبعية مع الدياجونال. تمام. دوت بيكون اللي هو ايه سنتر ارك الصغير. هقف بسني برجل وهوصل. تمام. بس طيب نيجي نكمل الكلام دوت مثلا، او عايزين نرسم بقى هنا ايه الارك الكبير ده. تمام. احنا هنا لو لاحظنا الارك الكبير دوت هيبقى يعتبر ايه هو يعتبر ارك او النص دايره ديت هي ايه هي مكونه، او في سي دي هي مكونه من ايه من ارك كبير وارك صغير. طيب عايز هرسمها ازاي؟ برضو نفس الكلام. انت السنتر عندك ويعتبر السنتر لاينز اهيت عندك. هعمل ايه؟ هتقطع السنتر لاينز. ممكن نعمل بدون تاني بس عشان تبقى واضحه. او هتقطع السنتر لاينز. حلو. طبعا بفتحه الريديوس. وبعدين هتعمل ايه؟ هتقفل اللي هو ايه اللومبس. طبعا هيكون في نفس المستوى ايه بتاعك. طيب مجرد ما قفلت اللومبس وصل لي الدياجونال الكبير ايه ببعض. هيبقى عندك ايه النقطتين التانيين. هتكون النقطه ديت هي السنتر الارك ده. يبقى انت كده ايه رسمت الارك ده. طيب عايز سنتر الارك الصغير هتعمل ايه؟ هتعمل لي السبعيه كده توصل لي برضو من البوينت دي ايه لحد نهايه الارك الكبير او الارك اللي انت رسمته. تمام. تقاطع السبعية مع الدياجونال هيديك اللي هو هنا ايه السنترز بتاعت الاركات الصغيرة. طبعا انت مش هترسم حاجة من الناحية دي، انت ايه السنتر دوت هو هيكون بقى ايه بتاع الارك الصغير ايه ده. هرسم. حلو. بس طيب رسمت السلندر كده.
حلو كده. ايه اللي باقيلي في الرسمة ديت؟ اللي باقيلي حرفيا في الرسمة دي تمام هو ايه؟ الارك اللي تحت ده. طيب الارك دوت لو انت لاحظت هو ايه؟ هو نص يعتبر، هو نص ايه؟ نص الارك الصغير اللي فوقيه. حلو. طيب فانا عايز ارسمه. هل انا علشان ارسمه هعمل برضه خطوط عمل من جديد اللي هو هجيب السنتر؟ طب هو اصلا هنا هو مش محدد لي سنتر يعني. تمام. بس انا يعني عايز اقول لك اللي هو هل انا برضه هعمل سنتر ورومباس والكلام ده كله؟ لا. اعمل ايه؟ بروجيكشن او اسقاط. هو احنا مش قلنا الارك دوت هو تحت الارك ده صح؟ فانت ايه؟ اسقط لي السنتر ده واسقط لي نقطة هو نقطة بداية الارك دوت هي كده كده اللي ايه؟ نهاية 110 اللي عندي اللي انا راسمها هنا بس. فانت ايه؟ هتسقط السنتر بقى اللي هو زي هتنقل السنتر، مش هتعمل ايه حوارات او خط عمل من جديد. هتنقل السنتر ازاي؟ هو انت مش هي مديك ارتفاع 90؟ فانت من السنتر بتاع الارك الصغير دوت هتقف عليه بالمثلث وتعلم على ايه؟ على 90 تحت بس. هتعدي من نقطة كده، النقطة ديت هي اللي هتكون السنتر بقى بتاع الارك دوت. فانت هتقف عندها بسن برجل وتفتح فتحة القلم لحد الخط دوت وترسم لي كده ارك كبير. تمام. طيب رسمت ارك كبير اعمل ايه؟ هتقفل بقى وهيبقى اخر خط عندك في الرسمة اللي هو الخط ده. تمام. هترسم بقى ايه؟ خط تانجنت بقى ايه؟ للتو اركس اللي عندك وهتمسح بقى ايه؟ الزيادة دي. حلو. بس ده حرفيا الايزومتريك. حرفيا انا باخد كوبي بيست من الرسمة اللي هو مداني في الكتاب. وعرفنا ازاي بننقلها. حرفيا انت بترسم، يعني انت عندك انت بترسم في سي دي يعتبر، يعني بترسم في 3 محاور. تمام. شفنا ازاي بنحددهم وشفنا ازاي بنوقع اي بوينت وشفنا برضو ازاي بنرسم الاليبس في الفراغ. تمام. ننهي الفيديو ولا ايه؟ ممكن ننهي الفيديو عشان ما يطولش، او ممكن سريعا ممكن هنا في الرسمة ديت. تمام. انت هنا برضو الخطوط ديت هيبقى سهل، هيبقى سهل ترسمها. بس انت في الرسمة ديت هو ايه احسن زيرو ممكن تاخده؟ هو ممكن تاخد البوينت اللي ورا دي. من البوينت ديت هتطلع فيرتيكال 70. حلو. وهتمشي برضو هنا اللي هي المسافة ديت اللي هي تبقى 20 بلس 8 بلس 18. تمام. و من البوينت ديت بقى هتمشي 8 طبعا في اتجاه واي وهتنزل بقى الارتفاع ده وكذلك اللي هو ايه. يبقى سهل ان انت ايه؟ تقفل الرسمة ايه ديت. طيب اللي انا عايز اقوله بس هنا السلندر دي، سلندر زي كده نرسمها ازاي؟ السلندر ديت هي في اني يعتبر في اني بلان؟ هي يعتبر هنا في ايه؟ اهي. يعتبر في ايه؟ في البلان ده. حلو. اللي هو ايه؟ يعتبر هنا ايه؟ الاكس زد بلان. فاللي انا عايز انبه عليه ان انت دايره زي ديت انت عشان ترسمها هتعمل ايه؟ نمشي على الستبس بتاعتنا. اول حاجه احدد لها السنتر. فين السنتر بتاع اللي هو بوينت دي؟ طب دوت احدده ازاي؟ حرفيا اشوف انا مشيت قد ايه، او دي الاوريجين بتاعتي صح؟ فاشوف انا مشيت قد ايه في الاكس. طيب تقريبا في الاكس اللي هو يبقى نص 38. فانت وانت حاطط المثلث كده تمام واخد الزيرو بتاعك البوينت ديت. تمام. اتعلم على 38 بعدين تقلب المثلث من 38 بقى ايه؟ هتشوف هتمشي قد ايه يعتبر في الواي او النيجاتيف واي. تمام. ديت الواي يبقى يعتبر اللي هو ايه؟ يبقى 17 بس 8. انا واخد الاوريجين النقطه اللي ورا. وبعدين ايه؟ شوف هتطلع في الزد قد ايه. تمام. طيب علمت السنتر اعمل ايه؟ ارسم السنتر لاينز. طب ارسم السنتر لاينز ازاي؟ ارسم السنتر لاينز كده زي المره اللي فاتت؟ لا انا كده راسم السنتر لاينز في ايه؟ في الاكس واي بلان. تمام. لكن انت ديت اكس زد بلان. فانت شايف إيه؟ حرفيا اسم يا جماعه السنتر لاينز زي ما هو مقسمها، واحد فيرتيكال وواحد مايل كده ايه؟ في الاكس اكسس. بس حرفيا احنا بنشف. تمام. وبعدين اعمل ايه؟ اقطع السنتر لاينز ديت بالسنتر بفتحة الراديوس او بالراديوس. وبعدين ايه؟ اقسم اهوت اللومبس اقسمه في ايه؟ في نفس البدن اللي انا شغال عليه ونفس الستبس. طيب لما اجي ارسم الارك ده هل محتاج ان انا اعمل لومبس ورا برضو؟ لا. ايه الارك دوت؟ اشوف الارك دوت هو ايه؟ هو يعتبر الارك دوت لو احنا جينا بصينا او يعني الارك اللي ورا دوت هو عبارة عن ايه؟ لو انت بصيت هتلاقيه هو يعتبر الارك الكبير ده ونص لا ونص ارك صغير. تمام. وايه؟ ونص ارك صغير برضو ايه؟ تحت. حلو. بس طيب فانت الاركس دي كلها
انت محتاج ترسمها، فانت عشان ترسمها محتاج اللي هو ايه سناتل. طب انا هجيب سناتلها ازاي؟ من كل سن يعني هسقط. حلو. او انا يعتبر سنتر الارك دوت فين؟ قلنا سنتر الارك ده الارك الكبير هو ايه النقطة المقابلة ليه من المعين. فانا هرجع بالبوينت دي، فاهم؟ هسقطها كده بارتفاع سنتر اللي هو 17. تمام. بس فانت حاطط المثلث كده في الاتجاه ده اللي هو هنا ايه 60. تمام. وهتعلم على ايه 17. حلو. بس كذلك الاركس ديت انا هنزل ايه بالسنتر بتاعها، بس هنقل السنتر بتاعها، مش هعمل ايه خطوط عمل من جديدة. تمام. وبعدين اللي هو ايه اخليه ايه يوصلهم لي ايه ببعض. تمام. برضه هنا كذلك هي دي ايه هي دي الفكرة. تمام. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى تصلوا على حبيبكم النبي. تمام. ودي فكرة اللي هو ايه الايزومتريك.